الحكايه بدات من ايام جمال عبد الناصر او يمكن من قبل كده. خالد جمال عبد الناصر اتجوز داليا فهمي، فاخوها سامح فهمي بقى وزير بترول. اخوها الثاني هادي فهمي بقى رئيس شركه بتروجيت. عبد الحميد جمال عبد الناصر اتجوز ايمان الخرابلي. اختها افكار بقت رئيس تحرير مجله نص الدنيا. هدى جمال عبد الناصر اتجوزت حاتم صادق فبقى رئيس البنك العربي في القاهره. منى جمال عبد الناصر اتجوزت اشرف مروان فبقى رئيس مكتب معلومات الرئاسه بعد السادات. ابنهم يبقى جمال مروان صاحب قنوات ميديا. اخو احمد مروان يبقى جوز هانيه بنت عمرو موسى. السادات جوز بنته جيهان لمحمود ابن صاحبه عثمان احمد عثمان صاحب شركه المقاولين العرب. فاخته امال عثمان بقت وزيره التامينات الاجتماعيه. ابنها هاني سري مسك رئيس البورصه المصريه. ابن اخت عثمان يبقى صلاح حسب الله اللي مسك وزير تعمير. حفيده يبقى عثمان الصغير صاحب موقع اخبارك الاخباري. اما بنت السادات لبنى فاتجوزت عبد الخالق عبد الغفار حفيد احمد عبد الغفار اللي كان وزير زراعه ايام الملك فاروق. بنت عمه عليا عبد الغفار اتجوزت محمود مبارك ابن عم حسني مبارك اللي مبارك عينه سفير في المانيا. حفيد عيله عبد الغفار يبقى مجدي عبد الغفار اللي ماسك دلوقتي وزير داخليه السيسي. اما زكريا محي الدين عضو مجلس الثوره اللي مسك رئيس وزراء ايام عبد الناصر. ابن اخوه يبقى محمود محي الدين اللي مسك وزير الاستثمار. زكريا جوز اخته ساميه لجمال مرعي واخوه سيد لمها مرعي. فتعين سيد مرعي وزير للاصلاح الزراعي سنه 56 وبعدين نائب رئيس وزراء وبعدين رئيس مجلس شعب ووصل مساعد رئيس جمهوريه ايام السادات بعد ما جوز ابنه حسن لنهى بنت السادات. عبد اللطيف البغدادي احد الضباط الاحرار اللي مسك وزير حربيه بعد 52 وبعدين رئيس مجلس الامه وقت الوحده مع سوريا. بنته اتجوزت مهندس صغير اسمه محمد نصير من عيله سيد مرعي. فقام محمد حسنين هيكل صديق عبد الناصر اللي مسكه جريده الاهرام ادى لمحمد نصير عقد توريد اجهزه لمؤسسه الاهرام. فكبر محمد نصير لحد ما بقى صاحب شركه فودافون. منصور حسن اللي كان وزير اعلام وثقافه ايام السادات جوز بنته عواطف لمحمد لطفي منصور اللي بقى صاحب منصور شيفروليه وتوكيلات كتر بيلا ومطاعم ماكدونالدز وسجاير مارلبورو ومترو ماركت وخير زمان. وفي الاخر بقى وزير نقل ايام مبارك. اخوه ياسين منصور يبقى صاحب شركات بالم هيلز وهو اللي اتبرع ب 25 مليون جنيه لحفله قناه السويس وب 125 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر. ابن خالته يبقى احمد المغربي صاحب شركه المغربي اللي ليها فنادق اكور ونوفوتيل واللي بقى بعد كده وزير اسكان. منصور والمغربي وطلعت مصطفى ليهم بيزنس كتير مع بعض ودخلوا شركاء مع الوليد بن طلال في فندق سان ستيفانو في الاسكندريه. حافظ اسماعيل مستشار السادات للامن القومي يبقى عم مرات ابراهيم كامل عضو لجنه سياسات الحزب الوطني ورئيس مجلس العلاقات المصري الامريكي وصاحب قريه غزاله وشركه كايوماتيك. مصطفى الجبلي وزير الزراعه بايام السادات يبقى ابو حاتم الجبلي وزير الصحه ايام مبارك وصاحب مستشفى دار الفؤاد اللي مشاركوا فيها محمد عبد الوهاب جوز فاتن حمامه اللي بنته تبقى متجوزه منصور حسن وزير اعلام السادات ومتشاركين برضه في كايروسكان للاشعه. واخوه يبقى شريف الجبلي صاحب شركه اجري بزنس اكبر شركه اسمده خاصه موجوده في مصر. سوزان مبارك اخوها هيبقى منير ثابت رئيس شركه الخدمات الارضيه في مصر الطيران وصاحب فندق ماريوت شانزليزيه في باريس وشركه وايت وينجز الناقل الرسمي لصفقات السلاح بتاعه الجيش المصري وشركه يونيكاب المسؤوله عن بيع القطاع العام وبيع ديون مصر. ومعاه فيها بعض الشركاء منهم حاتم الجبلي وزير الصحه السابق. مرات منير ثابت تبقى خالة انس الفقي وزير الاعلام وبرضه خالة علي صلحي وزير التضامن. اما علاء مبارك فمتجوز هيدي راسخ اللي جدها هيبقى ابن خال عثمان احمد عثمان. ابوها هيبقى مجدي راسخ صاحب شركه سودك للمقاولات اللي هي صاحبه بافرلي هيلز وشركه رينجو للاتصالات وشركه النيل للاتصالات. وجوز خالتها هيبقى شفيق بغدادي صاحب شركه فريش فودز ووكيل اتحاد الصناعات. جمال مبارك متجوز خديجه الجمال. عمها هيبقى جوز الممثله ليلى علوي وابوها يبقى محمود الجمال الملقب بالرجل اللي ورا سوزان مبارك. محمود الجمال يبقى صاحب شركه الجلاله للمقاولات اللي ليها قرى سياحيه كتير جدا في العين السخنه والساحل الشمالي. ده جزء صغير من العيله الحاكمه في مصر اللي الطفل فيها بيتولد يبقى وزير او رجل اعمال او على الاقل يدخل شركه بترول يوصل فيها رئيس مجلس اداره. ده غير عائلات زي عائله سويرس وغبور وغالي وعبيد وعبد النور وبسيلي وجريش اللي لو جمعت ممتلكاتهم بس هيوصل مجموعها ل 80% من اقتصاد مصر في ايد 40 عيله بس.